ورجعنا تاني لعالمنا عالم موازي، ولسه معاكم شروق اشرف على راديو وسط البلد. خليكم فاكرين ان انتم متابعيني على الفان بيج على الفيسبوك www.facebook.com/radio وسط البلد .pg. تظهر مكالماتكم على 011 563 12530. نرجع تاني لموضوعنا النهارده بوجه عام وهو التصوير، وبوجه خاص هو المونودراما، هو التصوير السيلفي. وسمعنا كلام كتير قوي عن افلام السيلفي، استغربنا الجمله دي لكنها بقت واقع وتم تنفيذها فعلا. النهارده يكون معانا الاستاذ عمر احمد محمد زكريا، هو ممثل ومخرج لافلام قصيره تعتمد على المونودراما او السيلفي، وهو اللي ابتكر الفكره دي في مصر، ومش بس في مصر، تقريبا في الوطن العربي. اهلا بيك يا استاذ عمر في عالمنا عالم موازي. انا عايزه اعرف منك اكتر، يعني عرفني بنفسك الاول والفكره جات لك منين وكده، اتفضل. انا عمر زكريا، 25 سنه، في اسكندريه، بدرس كليه سياحه وفنادق، ثالثه حاليا. بعمل زي ما حضرتك قلت طبعا افلام سيلفي ومونودراما، هشرح طبعا ليه واشرح ليه بالظبط، لان المستمعين مش عارفين المعنى المونودراما او السيلفي هو خدوها ان الكلمه بتتقال ان هو السيلفي اللي هي الصور السيلفي والكلام ده. فانا هشرح برضو فيلم سيلفي بيبقى عباره عن ايه. هو السيلفي يعني باي ماي سيلف، اللي هي نفسي او بنفسي، ان انا مش بس بتصور سيلفي، انا بعمل كل حاجه بنفسي، اللي هو من التمثيل للاخر، تمثيل، اخراج، المونتاج، القصه، سيناريو، الحوار، كل حاجه. وطبعا التصوير، بحط الكاميرا قدامي وبدخل في الكادر اتصور واعمل الفيلم، وبعد كده برجع اشوفها تاني، ولو محتاجه تتعاد او كده بعيدها، ولو مشاهد محتاجه حركه بستعين بوالدتي. دي اقصى حاجه يعني تبقى معايا في الفيلم يعني. بس مونودراما يعني شخص واحد بيوصل رساله الفيلم للمشاهد او للجمهور. النظام ده نظام مصلحي اكتر، ولو محتاج اشخاص بعمل 2 توأم مثلا، وبيدور طبعا صراع بينهم وكده، لان يعني معظم الافلام اللي انا بعملها معتمده على صراع مع الذات. فده طبعا بيبقى يعني ممكن يكون اصعب شويه او كده، من لما يكون في كاست معاك او ناس كتيره او كده ممكن تمثل معاك، ده ممكن يكون اصعب شويه، لان الصراع مع نفسك بس. طب هل الفكره جات لك لان دلوقتي بقى كل واحد مننا لازم يعتمد على نفسه، او لازم يبقى لوحده، ما بقاش فيه حته الناس ما بقتش مخلصه لبعضها او كده يعني؟ يعني ده حقيقي والله. هو كمان فكره السيلفي اصلا برضه جات لي من مشاكل حصلت لي، حطتني في المكان ده، او ظروف حصلت لي ودخلتني في المكان ده. ان الموضوع جالي من حوالي 5 سنين كده، من 2000 تقريبا، سنه 2000. جات لي فكره فيلم 15 سنه. لا يبقى 2010 صح. لا كان ايه هو من 5 سنين، احنا 2015. ايوه صح. يبقى كان 2009 تقريبا او 2010. قبل الثوره يعني. قبل الثوره طبعا. كان 2009 تقريبا. جات لي فكره فيلم، فكلمت ناس صحابي بيعملوا فيديوهات كوميدي على اليوتيوب وكده، فكلمتهم قلت لهم عندي فكره فيلم وعايز اعملها، وعايز طبعا استعين بيكم وتكونوا معايا وكده ونعمل حاجه مع بعض. فطبعا هم رفضوا الفكره اصلا، لان انت في بدايه حياتك مفيش حد مؤمن بيك، مفيش حد مؤمن برسالتك، فكله خايف منك، محدش شاف شغلك. طب كويس ان انت الفكره فضلت في دماغك وقدرت تحققها، يعني انت حققتها لوحدك، ما استنيتش منهم اي حاجه. في ناس لما بتتكلم مع حد قريب منها بيحبطها، خلاص الفكره بتروح. فعلا. الموضوع طبعا حصل يعني بسبب ظروف، فهي حطتني في المكان ده زي ما قلت. كمان انا برضه في نفس الفتره دي كده يعني حصل لي زي حوادث ورا بعض، فحسيت ان انا مثلا هموت او كده، او هفارق الحياه، فما كنتش حابب ان انا ادخل الدنيا واطلع منها من غير ما اسيب اثر، اسيب حاجه للناس تفتكرني بيها، وحاجه يعني تعيش مع الناس. بس فمن هنا بقى قلت خلاص انا هعمل فكره الافلام وكده، لان كمان برضه كنت عايز اقول ان الفنان ما بيموتش، بيعيش باعماله. صح. فمن هنا طبعا قلت بقى خلاص انا هعمل الافلام وكده. انت كمان غيرت فكره السيلفي من ان هم عايزين يتصوروا عشان يعملوا بوز زي البنات ونهزر مع بعض ونقف كلنا ونمسك السيلفي ستيك كده ونتصور مجرد ان هي حاجه مشهوره. انت كمان حولتها لحته ان انا الذكرى، انا عايزه اسيب ذكرى في الناس، او حاجه تعيش مع الناس. بالظبط، حاجه تعيش مع الناس بعد كده لما اموت يعني. فانا طبعا رفضوا الفكره. جيت على 2012 جات لي فكره فيلم تانية، فقلت خلاص بقى انا هعملها لوحدي بابسط حاجه معايا وباقل امكانيات، انا هشتغل، وصورتها حتى التليفون يعني. الفيلم ده كان اسمه لحظه غضب.
وكان مدته حوالي 5 دقايق، وكان فيلم صامت، روائي صامت، وكان بيتكلم عن المواقف الذهنيه. وانا طبعا كنت يعني حابب ان انا اتكلم عنهم وعن الطبقه دي بالذات، لان الناس دي يعني بجد احسن مننا واحسن من اي حد. ذوي الاحتياجات الخاصه. هو بس الفكره عندهم ان هم ما بيعرفوش يعبروا عن اللي جواهم، وما بيعرفوش يعبروا ازاي. على فكره هم بقى عندهم طرق كتير قوي للتعبير، يعني مش شرط ان انا اجي احكي فانا اتكلم. على فكره انا ممكن اطلع كل اللي قدامي في الرسم، لان ان انا اكتب. هم بيعرفوا يكتبوا كويس واذكياء جدا، وعندهم يعني ذكاء زي ما عالي جدا. ان يعني ربنا لما بياخد حاجه من حد بيعوضه بحاجه ثانيه. عندهم نسبه الذكاء بتبقى اعلى مننا بمراحل. فعلا فعلا. وانا طبعا اتعاملت معاهم وكده، فانا كنت حابب ان انا اتكلم عن الموضوع ده. هو الفيلم اصلا يعني موضوع او التيمه بتاعته، تيمه الفيلم ان انا عايز اقول بلاش سوء الظن، بلاش الغضب، بلاش يعني يا ريت نسامح بعض، نسمع بعض. لو مثلا اللي قدامي يعني بيقول لي حاجه اسمعه، اديله فرصه، يمكن عايز يقول حاجه ليا، حاجه هتفيدني. بلاش الحكم المطلق. بالظبط. وبلاش التسرع برضه في الغضب يعني. بس فعملت الفيلم ده، كان 5 دقايق مدته. وبعد كده جيت على 2013 بقى. قلت خلاص طالما انا بعمل افلام سيلفي ومونودراما مع نفسي، انا هكمل بعد كده لوحدي. 2013 عملت فيلم اسمه نقطة ضعف، مدته 10 دقايق. فكرته بقى نفس الفكره اللي انا كنت بتكلم مع اصحابي عليها من 5 سنين. قلت بقى خلاص انا هعملها بقى. يعني انت تطورها؟ ونفذتها فعلا. طبعا في نطاق السيلفي والمونودراما برضه. وعملت اخين توأم. نقطة ضعف كان بنتكلم عن المخدرات والادمان وكده. فكان واحد يعني اخو كويس، واخو التاني مدمن وكده، وبيشتغل درع عشان يجيب فلوس وحاجات زي كده. احنا معانا بس مكالمه. تمام. اتصال تليفوني. الو. ايوه، تعرف بحضرتك؟ مصطفى. اهلا بيك يا مصطفى. ازيك يا شباب؟ الحمد لله. بتسمعنا من اول الحلقه؟ طبعا. ايه رايك في موضوع الحلقه؟ هو موضوع البرنامج كله اصلا يشد. تتكلمي في الموضوع الصح. واحنا فعلا اصلا ما ينفعش الواحد يعيش في عالم زي ده. الواقع ساعتنا لازم نقعد في عالم موازي. موضوع الحلقه بقى عجبني جدا، لان الواحد بيتصور في الواقع، الواحد بيتصور اصلا كده علشان انا عايز اتصور، بس في العالم بتاعنا احنا بنتصور للذكرى بس. حتى الصور، حتى السيلفي في الواقع، في العالم بتاعنا السيلفي علشان انا مش عايز ابقى مع حد، انا عايز ابقى لوحدي. فالسيلفي بيساعدني ان انا اتصور لوحدي للذكرى برضه، مش عشان انا عايز اتصور. صح. انا عايزه اقول لك ان المخرج عمر معانا النهارده، وهو قدر كمان يغير من الفكره دي ان هو يعمل فيلم سيلفي لوحده مش بس يتصور. وكمان الفكره جات له لان هو كان عنده يعني حب يعرضها على اصحابه، وقرر ان هو يعمل ده لوحده. انت ايه رايك في الموضوع ده؟ الفكره اصلا عجباني جدا، يعني بيعتمد على نفسه في كل حاجه. انا مش لازم اعتمد على حد، انا ممكن اعتمد على نفسي ان انا حتى هعمل فيلم لوحدي، انا اللي همثل فيه وانا هعمل فيه كل حاجه. انا مش لازم اعتمد على حد. انا بجد والله بحييه على الفكره ديت. ربنا يكرمك، متشكر جدا. متشكر جدا لحضرتك والله. الفكره ديت احنا لو في ناس كتير عملت كده، التصوير والفكره كلها هتتغير اصلا من دماغنا. تمام. انا بحييك يا شو والله على البرنامج دوت وعلى فكره البرنامج اصلا. ربنا يخليك. مصطفى، تفتكر ان يعني بعدين ممكن تشوف كل الافلام تبقى سيلفي، مش بس يعني مش شخص واحد الفيلم، بدل ما هو بيتصور ان الناس تبقى قدام الكاميرا وكده، لا هم يعملوا كل حاجه لوحدهم؟ لو كل الناس بتفكر بعقليتنا احنا ممكن نتغير 20 سنه قدام في وقت قليل. انما طول ما احنا الناس حوالينا عاوزها كده، احنا عمرنا ما هنتغير وعمرنا ما هنتقدم. تمام. ده حقيقي. حقيقي يا مصطفى. شكرا لاتصالك بينا، ونتمنى ان انت تكون بقى من اصدقاء البرنامج ان شاء الله. شكرا. نرجع تاني لموضوعنا. كمان كلامك، انت كنت متوقع نجاح الفكره دي بالشكل اللي انت شايفه؟ لا يعني كنت اكتر حاجه طبعا كنت خايف منها فيلم لحظه الغضب، اللي هو كان اول فيلم، لان زي ما قلت طبعا مفيش حد معايا، والناس كلها مش شايفه حد غير عمر. يعني طول الفيلم مفيش حد غير عمر، شخص واحد بس. فده كان خوفي طبعا. بس قلت انا هجرب خلاص. يعني هي ممكن تكون حركه مثلا يعني جريئه شويه، ان انا هعمل حاجه وهنزلها وخلاص زي ما تيجي.
فالحمد لله لقيت طبعا اول فيلم يعني الناس كانت مبسوطه من الموضوع ومبسوطه من الشغل وكده وانها فكره جديده. ودخلت حاجه تعتبر هوس الشباب دلوقتي اللي هو السيلفي وكده. يعني طلعت منه فكره فيلم. فلقيت الناس مبسوطه. فده كمان اللي شجعني اكتر. ده طبعا اللي شجعني اكتر ان انا اكمل ومن هنا اعمل حاجه بقى وحاجه واثنين وثلاثه وامشي في الموضوع ده. امشي في الجزء ده او الاطار ده. بس طبعا زي ما قلت بقى انا في 2013 عملت فيلم نقطة ضعف وكده بيتكلم عن المخدرات مدته 10 دقايق. باخين توأم، واحد كويس واحد مدمن وبيدور الصراع بينهم وفي يعني زي ما بين الخير والشر. بالظبط كده. تمام. وطبعا في نهايه الفيلم يعني بيحصل زي حاجه تعتبر مفاجاه للناس، يعني ان في واحد منهم هو اللي بيعيش، ودي سبتها للمشاهد. يعني سبت النهايه اللي هو نهايه مفتوحه اوبن اند. وهو اللي يشوف طبعا، يعني هو ودماغه بقى مين اللي عايش. وطبعا الناس اللي هي كويسين خيرها هينتصر والناس اللي دماغها كده خير مش طبعا الشر هو هينتصر او الادمان او كده. حلو ان انت تسيب النهايه اوبن لتصور او لتخيل الناس. انت كده بتجيب اكتر للفيلم اللي بعده. انا عايزه اعرف منك، انت عرضت في مسرح او اللي انت مستمر يوتيوب بس على الانترنت بس؟ هو اي فيلم بعمله طبعا بينزل على النت على اليوتيوب. وبعمل طبعا شير على الفيس وكده. واهم حاجه طبعا ان تسمع اراء الناس، ده مهم جدا. اعرف ايه عيوبي، لان انا مفيش حد بيوجهني. هم مرايتك. بالظبط. طبعا بعرف منهم الصح ايه، ده كويس ولا لا، الفيلم كان محتاج ايه، رساله الفيلم وصلت كويس ولا لا. وبعد كده بدخل مهرجانات، بشارك طبعا في مهرجانات، وشاركت في كذا مهرجان. كان في مهرجان اسكندريه الدولي ومهرجان القاهره الدولي، مهرجان اسماعيليه، المهرجان القومي من منظمه صندوق التنميه، مهرجان ابداع 2. ده كان تبع وزاره الشباب، اللي بتنظمه وزاره الشباب، كان تبع الجامعه. ده اخدت فيه مركز اول. يعني شاركت فيه واخدت مركز اول اسكندريه. انا فيه اخدت طبعا شهاده تقدير وكده. وشاركت في مهرجان كامل السينمائي برضو واتكرمت فيه، اخدت شهاده تقدير. وكان مهرجان اسكندريه برضو الدولي، اخدت فيه شهاده تقدير واتكرمت يعني. وكان في مهرجان بحاره، كان كذا مهرجان يعني اي حاجه قدامي انا بشارك فيها وكده. كنت متوقع نجاح الفكره بالشكل ده، بس في مصر لا، ده في الوطن العربي ان انت تخش مهرجانات وتاخد مراكز. كنت متوقع ده؟ لا خالص يعني. حتى كمان كان اول مهرجان اشارك فيه كان مهرجان ابداع 2 اللي خدت فيه مركز اول. اصلا ولا كان في دماغي ولا اصلا كنت اعرف يعني ايه مهرجان. يعني المهرجان دول احنا بنسمعه مثلا بتاع اوسكار اورتيجا، انا ما اعرفش يعني ايه مهرجان. فبدات طبعا ان انا اشارك في المهرجان وكده. وبعدين من حوالي شهر مثلا، بعد شهر كده مثلا من لجنه التحكيم بعد ما شفت الفيلم كلموني قالوا لي ان عمر خدت مركز اول مبروك. فاصلا الموضوع كان غريب بالنسبه لي يعني، وجديد ان انا ما كنتش متوقع حاجه زي كده يعني. بس فانا طبعا كنت فرحان من النجاح، وفي نفس الوقت طبعا كنت خايف يعني لانها مسؤوليه. طالما انت خدت مركز اول والناس شافتك، طبعا مسؤوليه والفوكس عليك او الاضاءه عليك. هناخد فاصل سريع ونرجع تاني لبرنامج عالم موازي. استنونا. عالم نفسي فيه، نفسي الناس تفكر فيه، عايزة اشوف فخر في عينيك لما تقول دي بلدي. نفسي في عالم فيه حلول، مش عالم فيه رأي مفروض، عالم فيه عدالة ما بين اخوات مفيش ما بينهم فروق، حقيقة مش خيال. نفسي في عالم فيه سلام، أنا مش عايز الكمال، أنا عايز عالم أكيد موجود، أكيد موجود، أكيد موجود. أنا شايف ناس من سعادة حبة حياتها. ورجعنا تاني لعالمنا عالم موازي، ولسه معاكم شروق أشرف على راديو وسط البلد.
خليكم فاكرين ان انتوا بتتابعوني على الفان بيج على الفيسبوك www.facebook.com/radio-west-البلد.ez. ولسه معاكم المخرج عمر زكريا. عايزين بقى نعمل حاجه. تفتكر هيجي حد ويطور بعد كده افلام السلك زي ما زمان حد حط فكره التصوير وكان افلام ابيض واسود، وبعد كده جه حد غيرها وطورها بقى الوان لحد ما بقينا نشوف افلام 90؟ محلاش طبعا. تفتكر التطوير ممكن يكون ازاي؟ يعني عندك خلفيه عن التطوير ده؟ هو طبعا التطوير ممكن يكون يعني باي شكل، بس هيبقى برضه في نطاق اللي هو لوحدك، ان انا هبقى قادر نعمل كل حاجه لوحدي. بل بالعكس ممكن بعد كده يعني ممكن قدام يعني تلاقي ناس عملت افلام سينمائيه لوحدها. انا كنت لسه فيلم ساعه ونص. بس مش هيبقى شخص واحد، مش هيبقى شخص واحد، ممكن يكون اكتر من شخص. تفتكر يعني مثلا ممكن مخرج كبير زي خالد يوسف يعمل فيلم سيلفي كامل؟ لا يعني هو طبعا اصلا كمان السينما ما ينفعش تشتغل فيها لوحدك، يعني حتى كممثل ما ينفعش يبقى طول الفيلم انت لوحدك. هو عمل ده صعب. بالظبط. ولكن ممكن تلاقي مثلا المخرج هو السيناريست، هو المؤلف، هو المصور، ممكن يبقى كذا حاجه معاك يعني. حتى برضه التصوير برضه في السينما ممكن برضه يبقى صعب، محتاج مدير تصوير معاك ياخد زوايا الكاميرا، ياخد المشاهد، الاضاءه، ده كله مهم يعني. بس لكن انا بتكلم يعني ممكن بعد كده الموضوع يوصل وانت تتخيل يعني ان انت تعمل كل حاجه لوحدك، هتشتغل كل حاجه لوحدك، وفي نفس الوقت هو يعني توفير، بدل ما هجيب كذا حد مثلا. هو انا خدت كذا واحد يعني، عملت كذا يعني، عملت شغل كذا واحد، فانا وفرت كمان يعني. تمام. كلمني بقى اكتر عن الافلام بتاعتك غير لحظه غضب ونقطه ضعف وغير متاح. حلو. غير متاح. انا كلمني بقى عن الثلاثه، عايزه اسمع تمام. اكتر. هو طبعا نقطة ضعف زي ما قلت ان انا لما خدت مركز اول طبعا كان كويس، انا كنت فرحان طبعا، وحاجة غير متوقعة، وان انا طبعا كنت خايف انها مسؤولية كبيرة جدا وقدام جيل هو مسؤول مني ومسؤول لاي رسالة انا بعملها وبوصلها له، فلازم تكون الرسالة واضحة جدا وكويسة وحاجة يعني الجيل ده يعني يتقبلها. فيلم بقى غير متاح ده كان اخر فيلم ليا، اخر اعمال، مدته 3 دقايق، وبيتكلم عن الام، وان احنا طبعا ما بنحسش بقيمه الحاجه الا لما تروح. قضيه الفيلم دي قضيه واقعيه جدا وتقريبا كلنا شفناها. انا طبعا اخذتها وعملتها في نفس النطاق او نفس الاطار برضو بتاع السيلفي وبتاع المونودراما. مدته طبعا 3 دقايق، يعني حتى لما اتعرض في كذا مكان برضه اتقال لي طبعا اكتر من كذا مره، اتقال لي يعني كل الناس توصل فكره فيلم او رساله في 3 دقايق، ده برضه صعب. اصلا ممكن تتعمل في ساعتين او 3 ساعات. اكيد طبعا صعب. انا وصلت للرساله في 3 دقايق دول يعني. بس ايه اكتر بقى اعمالك اللي كان عليها اقبال كتير؟ نقطه ضعف طبعا، عشان خد الجايزه. نقطه ضعف لان هو لف شويه واتحرك يعني كتير، وكان هو يمكن كان وش السعاده عليا يعني. ناوي تعمل ايه بقى الفترة الجاية؟ والله في حاجات تانية كتير قوي، وفي افكار وفي رسائل وفي افلام برضو وباشكال جديده ان شاء الله يعني بحضر لها دلوقتي وبجهز السيناريو. هو السيناريو انت برضو اللي بتكتبه يعني؟ انت بتبقى صاحب السيناريو وكل حاجه؟ كل حاجه، مفيش حد معايا خالص. طب مش ناوي تدخل ناس معاك بقى عشان تبقى اول حد عملتها؟ يعني انا برضو ان شاء الله ناوي برضو قدام يكون في ناس، لان زي ما قلت السينما ما ينفعش يكون فيها شخص واحد، السينما لازم تيم عمل او كاست عمل، ما ينفعش لوحدك. بس فان شاء الله طبعا اللي جاي في حاجات تانية، وفي مهرجانات انا مشارك فيها دلوقتي والنتيجه بتاعتها هتبقى لسه في شهر 5، وان شاء الله طبعا ناوي باذن الله يعني بعد كده يكون في عمل ان شاء الله سينما، وده اللي انا بسعى له يعني. انا اصلا بعمل كل ده ليه؟ عشان في النهايه اعمل فيلم سينما، اعمل حاجه يعني الفكره تكبر بقى وتوسع والناس تشوفها يعني، ما يبقاش بس الموضوع نت ومهرجانات بس. ايه بقى اكتر اعمالك اللي انت كنت خايف انها تفشل ولقيت العكس؟ يمكن كان اكتر عمل اللي هو اول فيلم لحظه غضب، لان اول حاجه اعملها واللي هو تجربه كده وخلاص انا هعملها يعني، التجربه واخدتها واشتغلت بابسط حاجه معايا بأقل قليل ونزلتها على النت. يعني انا طبعا كنت خايف جدا اصلا من حاجه زي كده او من تجربه زي كده، فلقيت الناس الحمد لله يعني لحد ما تجاوبت معايا ولقيت ان الموضوع كويس، لان لمست ناس برضو يعني، ناس اكيد طبعا يعني في ناس طبعا زي بتعمل نفس الموضوع وقابلها كده كتير وعايز تعمل حاجه لوحدها، فلمست ناس بنفس الفكره برضو. تمام. انا عايزه اقول لك ان انت حققت نظريه او فكره ابدا بنفسك. دلوقتي احنا معانا نقرا الكومنتات اللي موجوده عندنا.
سيتو بيقول بالتوفيق يا شروق ودايما في تألق ونجاح ان شاء الله. شيماء بتقول بالتوفيق يا رؤى ليكي والمخرج الممتاز عمر، وفعلا احنا محتاجين عالم موازي. انا جبت كويس اهو، وبعمل لك عالم موازي كل يوم حد من 7 ل 8. اسمعيني. تمام. تعليقات كويسه قوي. في النهايه انا عايزه اشكرك طبعا يا عمر. تمام. انا شكرا يعني. تحب تقول ايه للشباب قبل ما نختم الحلقه؟ يعني كنت عايز اقول برضو حاجتين. اول حاجه ممكن تكون بعيده شويه عن موضوعنا، تمام، اللي هي يعني يا ريت يعني، وطبعا الكلام ده اللي هي انا طبعا قبل ما اقوله لاي حد، يا ريت يعني لو مثلا يعني لو انت زعلت حد او ضايقت حد او كده، حتى لو غصب عنك، حاول تروح تصالحه او تعتذر له او تتاسف له، لان انت كده بتربي فيه عداوه او بتخلق جواه عداوه وكراهيه من الناس، وبتوصله ان هو كمان يروح يضايق حد تاني وهكذا. فيعني ارجوك لو حسيت ان انت قصرت في حق حد، لازم تعتذر له، امتص اللي جواه عشان ما يزيدش فيه ويروح هو يعني يطلع المشحون او الشحنه اللي جواه منك في حد تاني. تمام. وعايز اقول حاجه تانية برضو بقى للناس، يا ريت كل واحد يعمل حاجه اللي هو بيحبها، اللي يلاقي نفسه فيها واللي شايف نفسه فيها. ما تعملش حاجه انت مش مقتنع بيها وانت مش عايزها، وما تستناش مساعده من حد. كل واحد مننا لازم يبدا بنفسه. بالظبط طبعا. واي حد عايز اي حاجه طالما بيسعى من رسالته وفكرته لازم يوصل لها، ولازم ربنا بيديها له اي حاجه. بس ودايما حتى انا بقول كمان شعار، يعني ان شاء الله هنوصل للنجاح وباكتساح، دايما بقولها في اي مكان يعني. تمام. عايزه اشكرك طبعا في النهايه استاذ عمر لوجودك معانا النهارده في عالمنا عالم موازي. وبكده مستمعي راديو وسط البلد نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. استنوني كل يوم حد من 7 ل 8 اشرف اكون معاكم في برنامج عالم موازي على راديو وسط البلد. سلام.